السلام عليكم وصباح النور وصباح الخير. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على شهاده السكنه، بالنسبه لشهاده السكنه ضروري دير معاك الباسبور الاصلي، يعني فاش كتخرجها بالباسبور الاصلي، وما يمكنش يخرج لك شي واحد من غيرك انت، لانه ضروري تكون انه الشخص اللي عنده فيه شهاده السكنه هو اللي خصو يكون حاضر. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا بالنسبه لي كندوي الناس ديال اللي جاو فيزا بحالي انا جيت فيزا، يعني عندك فيزا راه ابروف عندك في الباسبور ديالك انك اول نهار حطيتي في رجلك في التراب ديال اسبانيا، يعني كتسمى ابروف. هذه عندك هي شهاده السكنه وابروفات ديال المكتبه حتى هي ابروف، يعني كل شهر شهرين تخرج واحد الورقه انك كتاخذ كتاب من المكتبه باش كيعرفوك انك في واحد المده ممكن يسولوك انك ما بين شهر فين كنتي، كتجاوب لهم البروف لانه تيكون دائما 3 شهور، يعني 3 شهور خص تكون ديما ابروف عندك، سواء مشيت للطبيب او كما قلت المكتبه ولا شهاده السكنه. هادو 3 حوايج اللي كيكونوا مساعدين في الاوراق. وما ننساوش كما قلت لكم بالنسبه للباسبور، انه الا بديتي الباسبور ديك بالنسبه اللي جاو فيزا ضروري ديال الطبعه او الختم ديال الباسبور انك دخلتي اسبانيا، ممكن دير لها فوتوكوبي وكتخليها معاك في الدوسي ديالك. وشكرا، يلا الله في ريوسكم.